اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في برنامج ضيف على مائده رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب كلكم. النهارده عندنا ضيف يعني لم يعني ما بيخلش نفسه في الخير، ما بيخلش نفسه في مساعده الناس كلها. معانا الاستاذ محمد كامل وسلام. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد. عايزين نعرف يعني الاستاذ محمد يعني عرفنا بنفسك للناس. محمد كامل سلام، عبد من عباد الله. طبعا هو دي سمات الصحابه يا جماعه، اللي هو يعني دايما بيتبرع من موقف، بس هو الاستاذ محمد طبعا من الناس الخيره اللي دايما بتقف جنب الشيء. محمد رمضان كريم عليكم وعلى الاسره الكريمه يا رب. عايزين نسال حضرتك اول سؤال، يا ترى مفتقد حد رمضان ده؟ الله يرحمه والدي يعني اثر فيا كتير، لان هو انا كنت مرتبط بيه قوي يعني. كان الولد كنت كتير معاه، فكنت معاه طول عمري يعني. الله يرحمه، فده اللي مفتقده جامد. مأثر جامد في هو طبعا الوالده موجوده، ربنا يديها الصحه. الله يعني برضه صدق الفرح بتاع يعني بسيط يعني. رحمه الله عليه. طيب عايزين نقول لحضرتك طقوس حضرتك في رمضان، يعني اول طقس هنقول كده بتعمل والله يبقى عندي رمضان ده عبادات اكتر حاجه يعني قراءه قران، قيام الليل، تراويح طبعا دي حاجه مهمه عندي جدا. وبعدين لازم يكون نروح المسجد اللي هو الصوت الاصوات اللي هي الحلوه، ويطول في الصلاه يعني. يعني بالنسبه لك شهر رمضان شهر واحد ليه؟ دينيا انت هنا ما بتشتغلش حضرتك في رمضان لا اغلب الوقت بتبقى لا بنسبه لو اشتغلت 10%. مقرر في الشهر كله. يعني هو شهر عباده ومكتوب عند ربنا عز وجل، ما بيتعوضش. فانت بتحاول تعوض فيه يعني اكتر حاجه ده يعني. تقصيرات ممكن تحصل قبل كده. طبعا بتحاول تعوضها في شهر رمضان. اكيد، وربنا يوفقك جميع الشهور، بس احنا شهر رمضان بيبقى يعني ثوابه اكبر شويه. طيب حضرتك يعني بتميل للعزومات والطرق اللي هي بتبداوا من هنا، ولا بتفكر ان رمضان ده بتحب تجلس على اسرتك؟ لا مش فارقه معايا قوي يعني. طبعا انا طبعا احنا كلنا مع بعض على طول رمضان وبتاع، فدول يعني الحاجه الوحيده اللي بفرح بيها لما بكون معاهم يعني احنا عندنا على طول موجودين وتواجد مع بعضينا. اخواتي كلهم ولد او بنت، ربنا يخليهم لي بعيالهم. بتحب عزومه رمضان ولا ولا بالنسبه لك حلو دوشه؟ لا عادي، ما هو يعني اكيد بحبها طبعا، لان بتلم فيها الاحباب. يعني تبقى فيها الاحباب معاك وتشوف الناس. لو السؤال اللي بيسأله الناس كلها، لو في حد فيه شحنه بينك وبينه واتصل بيه، يا ترى هتروح له ولا هتقول له جاي لك وتعتذر ولا هتعتذر؟ لا هو خلاص يعني بدأ يدخل عليك بالسلم بادر، هو ده بادر خلاص يعني مفيش كلام يعني. بس هي مش محتاجه انك تشيل من حد يعني. مش هتوافق اكيد يعني. موقف حصل لحضرتك في رمضان مش هتنساه، ولو انت حابب او تعرف التاريخ الايه؟ هو رمضان بس يعني اللي هو كان ساعة ايام الكورونا يعني. كان طبعا كنا بنطلع طبعا، ما كانش فيه جوامع، ما كانش فيه بتاع، بس ربنا يبارك لهم انا وعيال عمي يعني واخواتي كنا عاملين مكان للمصلى، وكنا بنصلي فيه ونقيم فيه التراويح فكانت حاجه كويسه يعني، من الايام اللي الواحد صراحه يعني افتقدها يعني. مش هتنساها. هتفتكر ان في سنه من السنين مش هتحصل تاني. ما كانش ليه مساجد، بس انتوا برضه اصرتوا على العباده واصرتوا على الصلاه. معانا شويه مقابل يعني، وما رضيتوش يعني تقولوا خلاص دي عند ربنا المساجد مقفوله. في ناس اتكتت وحججت خلاص المسجد مقفول، اعمل ايه؟ بس انتوا حبيتوا برضه تكملوا الموضوع ده، وحملات رمضان ما بتنتهيش. لا طبعا يعني المسجد والتراويح والقيام والتهجد والقران والادعيه 27 والكلام ده كله، يعني حاجات جميله قوي يعني. طبيعي. لو حبيت تعزم حد او تعزم اسرتك في مكان بره في رمضان، تحب تروح عليه منطقه، تحب تروح مطعم فخم، وتحب تروح اماكن من الاماكن اللي هي اللي فيها الاوليه والسرد هنا والسرين الكلام ده، يعني ايه المكان اللي تحب تروح الاماكن اللي طبعا الاولاد بيحبوا يروحوها يعني. يعني ده بتدي القرار اختيار الاولاد. هم يعني الاولاد هم اللي بيختاروا المكان. لكن انا خلي بالك احنا ما بنطلعش كتير، هم الاولاد اللي بيتفتحوا. احنا شغلنا مش متواجد دايما، لكن هم ما دام مبسوطين كده يبقى انت مبسوط. مين اللي هتقول له حقك عليا انا دلوقتي؟ او تقول له انا مسامحك، انت غلطت في حاجه، انا مسامحك. لو قدرت حضرتك تقول لنا الاسم ما تقراش عشان منك واجب، لو مش الاسم بلاش، انت تقول لنا. لا هو ما فيش حد انا زعلان منه، ولو حد زعلان مني لو على حقي انا بعتذر له، ولو زعلان مني بقى حاجه فرض عندي يبقى الله يسهل له والله.
يعني مش حتى لو هو فاهم غلط مش هتقول له مش هتقول له دلوقتي معلش يلا نصالح بعض احنا داخلين على الصلاه. لا هو انا ما فيش الحمد لله ما فيش ضغينه مع حد. اه يعني انا بفضل الله ما عنديش ضغينه مع حد خالص ولا الحمد لله رب العالمين. ما فيش حد لا 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 الحمد لله رب مش العالمين. حد عايز تقول له اي حاجه عايز تقول له ايه كان في يا ما لا والله خلاص. كل الناس يعني ربنا يبارك فيهم وربنا كل عام مبسوط وانا دي حاجه عايز تقولها دي تبقى عايز تقولها دي برضه دي نحن ما فيش والله هي ما فيش. يعني اي حاجه كده محدش يعرفها غيرنا عايزين نبقى الناس يعني نفوز بيها نقول يا جماعه احنا خلينا يا محمد يحكي حاجه ومحدش يعرفها. لا هو ما فيش هو بس الناس يعني في موضوع الورث وكده يعني يدوا البنات حقهم. يعني دي سنه صغيره دي كده مهمه جدا اه عشان دي احنا بنعاني منها كتير يعني. حقوق الناس حقوق النساء اياك واكل اليتيم وخاصه النساء. النساء يعني بتقول للناس ايه دي ممكن يا جماعه تكون رساله بسيطه محمد ممكن يكون بيدي رساله لحد يقول له خلي بالك يعني حرام مش لحد والله انا او عام يعني عام انا بقولها عام يعني. يعني يا جماعه اتقوا الله النساء الايتام. طيب في النهايه عايزين حضرتك تقول كلمه للجمهور. والله الناس كلها اقول لهم كل عام وانتم بخير ويعود عليكم رمضان بالخير ويوم البركات ويرزقكم بالخير ويرزقكم منه ان شاء الله تعالى. كل سنه وحضراتكم طيبين. بنشكر الاستاذ محمد على اللقاء الجميل ده. كل سنه والاسره كلهم طيبين يا رب. كل سنه وحضراتكم طيبين. كان معاكم ابراهيم مصري واعداد الاستاذ حسن سعيد وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامج ضيوف على مائده رمضان. الى اللقاء.